راهي الشيء عادية معروفة في البلايص الكا، فما اللي يقول لك عنده نكتة في عينه ولا فما معناها ولا أهل بسم الله ملكاته، فما برشا وخاصة دي حكاية النكتة اللي في العين ما يدرجوش ديريكت، معناها المرة الأولى يهزوها برضاه يمشي احفر معانا، مش معناها انت معناها كما يقولوا باش يقرا عليك صورة ونتسيبوا شوية دم وتخرج المالية. يمشي برضاه يحفر معاهم يعمل معاهم كل شيء، هو في غايته وفي نيته مش مستهدف باش يموت، باش يعطي بروحه على خاطر المالية، معناها يوصلوا له معلومة اللي هو باش يحفر معناها برضاه، مش معناها باش يعاونهم برضاه، مش معناها باش يقتلوه ولا باش يلوحوه ولا باش معناها يقدموه هو فدية للمالية. المرة الأولى يوصلوا له المعلومة اللي هو معناها باش يسيلوا منه شوية دم ولا باش يقروا عليه صورة ولا باش يحط. هما معناها معروفة بلاصتنا، راهو برشا شيوخ يجوها، معناها بلاصة معروفة بالكنوز، معروفة بالطرق هذيك. نتيجة الفقر والتهميش هو يجي أي إنسان عاقل ولا مش عاقل، يجيه الشيخ، يجيه واحد يقول له راهو عندك في البلاصة الفلانية فما مالية، هيا تمشي تحفر معانا، تجي في الليل في الوقت الفلاني، هاو باش نجيبوا ماكينة، هاو وعندنا خريطة، هاو باش نجيبوا كذا. يقول لك أنت عليك كان صحة البدن، هو أنا كان ربي طعمنا يطعم الجميع. هي الشباب بطالة، وواحد يجي ويشوف إنسان يجي على كرهبة كتفوكات ويجي على عباد عندها الفلوس، اللي تحكي معناها مش إنسان بسيط جاي يقول له راهو هاي البلاصة الفلانية فيها أمانة ولا فيها كنز، يجوا عباد لابس عليها عندها الفلوس ومضخمة. البلاصة متاعنا نحنا بصفة عامة تمتاز معناها برشا يجوا شيوخ أو يجوا عباد من برا، يجوا معناها يحفروا في البلاصة كي هاو فلان طلع، هاو فلان جا حفر في البلاصة الفلانية، هاو حفروا في الولية، فما برشا ولية صالحين هاو حفروا في الولية هذايا معناها، وبرشا ضحايا تصير هاو في البلاصة الفلانية يلقوا واحد طيح عليه جرف، هاو واحد هبل، هاو ردت عليه جنون، هاو كان يحفر ولا مكنته أهل بسم الله. كل مرة تسمع غريبة لين تداولت الحكاية ذي معناها، ولات خاصة معناها جار في النهار، معناها عباد تحفر عادي، معناها خاصة كيما السيد هذايا يجي يقول لك أنا نطلع رخصة متاع يحفر في بير، وهي مش متاع بير، هي توكية نحنا في عصر التكنولوجيا نحفروا في أبيار ارتوازية معناها اللي فوتها 40 متر، ونحفروا بسونتاج ما نحفروش بالطريقة هذيك، الطريقة هذيك متاع معناها متاع أنفاق مش متاع أبيار. راهو توا نحنا في العيشة متاعنا، نحنا في الظروف اللي فيها نحنا راهي نطمعوا في الموضوع هذا، راهو ديريكت يقول لي راهو فما بلاصة فيها كنز باش نقول له انا لا ما نمشيش نحفر معاك، هو ما يعرفش المنطقة باش يلتجئ لي انا، يقول لي باش تحفر معايا وتاخو حاجة معايا، نقول له اللهم بارك نمشي معاه. هذه شيعة في العباد كله، يعني كي معناها عباد بطالة ما عندها ما تعمل ديريكت يقصد ربي معاه. بلاصة وراي معناها قريبة البحر، هاو بلاصة هاي آثار رومانية، هاي فما برشا معناها فهاي بتاع فرنسا هاي، وعندنا نحنا زاد كركوين قريبة لنا منطقة أثرية، وعندنا قليبية بحذانا منطقة أثرية، عندنا برشا بلايص أثرية، بلايص رومانية يعني كي معناها تابعة الآثار. معناها البلاصة متاعنا نحنا ذي معروفة راهي بالكنوز، يجوها من كل بلايص، جاها من قفصة، جاها من قروان، من تونس العاصمة، يجوا برشا. ما فماش رقابة، ما فماش رقابة، هذه معناها كانت قبل في عهد الزين معناها صعيب الحاكم ما يلتجؤوش له، بعد الثورة ولا تجهر بهار في النهار، في اللي عنده فلوس يجيب تراكس، يجيب حاجة آلات متطورة، اللي ما عندهش فلوس يحفر بيديه. فما بلايص أنفاق ما تبلهمش التراكسيات والميكانيك الكبير باش يدخل ممكن يحفرون بيديه. برشا عباد مشات منها بها ضحية الحكاية هذه.